فيه لعيبة كانت خلاص هتلبس التيشيرت الجديد، بس فجأة كل حاجة وقفت. صفقات بملايين راحت في لحظة، والسبب أغرب من الخيال. ديفيد ديخيا كان ريال مدريد الفاكس اللي ضيع الصفقة. في 2015 كل حاجة كانت جاهزة عشان ديخيا ينضم ريال مدريد، بس الفاكس وصل متأخر دقيقتين، حرفياً دقيقتين حرموا مدريد من حارس القرن. نيمار وريال مدريد، الطفل اللي هرب للبارسا. ريال مدريد كان أول من شاف موهبة نيمار وقعوا معاه مبدئياً، بس برشلونة دخلوا خطفوا بخطة سريعة وخفية، والنجم البرازيلي اختار الكامب نو. ليفاندوفسكي بلاك بيرن، لولا البركان كان رايح يوقع لبلاك بيرن روفرز، بس بركان في ايسلندا وقف الطيران والصفقة فشلت. بعدها راح دورتموند والباقي تاريخ. ودي كانت بس البداية، في صفقات أغرب لسه محدش عرف كواليسها. تحب نكمل؟ قولنا في التعليقات.